السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ دخلنا في شهر 2. اه شفتوا السنه عدت بسرعه ازاي؟ هو في تضارب في الموضوع ده، ان من ناحيه انت بتحس ان السنه بتمشي بسرعه، بتجري بسرعه، وفي نفس الوقت لما تفكر نفسيا فيها اللي هو ايه يا عم انت مش ناويه تخلصي؟ ما خلاص يعني عايزين نروح الكليه، خلاص احنا زهقنا وتعب. فالموضوع متضارب يعني، ولكن هو في الحقيقه ولا السنه بتمشي بسرعه ولا السنه بتمشي ببطء، الوقت بيمشي زي ما بيمشي على طول. يعني هو كل ده بيحصل في دماغك بس ناحية لما تحس ان انت تعبت جامد من السنة، وان انت زهقت من ثانوية عامة، وان انت خلاص عايز تخش الكلية، فبتحس ان السنة بطيئة جدا. ومن ناحية تانية لما تركز في ان انت لسه وراك حاجات كتير مراكمة، لسه في حاجات كتير ما خلصتهاش من ناحية المذاكرة، لسه في مواد كتير انت مش جاهز فيها، فانت بتحس ان السنة بتمشي بسرعة جدا. ولكن في الحقيقة هي السنة ولا كده ولا كده، الوقت بيعدي عادي جدا، ملوش علاقة بيك انت اصلا مع حوالك ايه. ولكن قبل ما نبدأ نتكلم في أهم نصائح شهر 2، فطبعا أول حاجة لازم نروح نجهز حاجة نشربها في الجو البرد ده، يعني اعمل حاجة سخنة نشربها، وانزل اعمل لايك كومنت شير سبسكرايب، أي حاجة من الحاجات دي، عشان ده بالظبط. طبعا أنا عارف إن ده مش وقته يعني، احنا فاهم، احنا مش شهر 2 وخلاص، ولكن أنا مسامحك، ما تعملش حاجة، خلاص أنا مسامحك. يلا بقى نبدأ الفيديو. شهر 2 جه، والشهر ده بيبدأ الناس تترعب اكتر واكتر من ثانويه عامه، ولكن برضه من ناحيه الرعب اكتر من ثانويه عامه. ولكن ده الشهر اللي بيبدا ايه، يرستق في دماغك فكره ان خلاص السنه بتخلص، وان احنا خلاص كده كده السنه دي ليها نهايه. انا عارف ان انت مراكم حاجات كتير، في كل المواد تقريبا هتلاقي فيه جزء مراكمه، وفي مواد تانية انت مش يعني ما خلصتش فيها جزء كويس، اللي هو مثلا في مواد انت خايف ما تلحقش تخلصها بدري علشان تلحق تراجعها بقى، مش هيبقى لك وقت يعني بعد كده تراجعها بشكل كويس فيه. انا عارف كل الكلام ده لان انا مريت بكل الكلام ده زيك، وكل الناس اللي مرت بثانويه عامه بشكل عام مرت بكل الوقت اللي انت فيه. فانا عايزك، مش عايز اقول لك ما تقلقش، فاهم، لان القلق طبعا هو جزء من الحاجات اللي بتخليك تتحرك، بتخليك تعمل حاجه، ولكن مش عايز القلق ده يزيد عندك زياده عن اللزوم لدرجه ان انت تحس ان دي حاجه ابنورمال، يعني حاجه مش طبيعيه. لا، الموضوع طبيعي، اقلق، بس القلق اللي يخليك تشد نفسك لقدام، مش القلق اللي يوقفك خالص. اول حاجه انا عايز ابدا احكي لك انا عملت ايه في شهر 2 في ثانويه عامه لما كنت قدك في ثانويه عامه 2021، طبعا اول سنه في النظام الجديد. في شهر 2 ده انا عملت ايه، بالذات شهر 2 و3. انا قلت الموضوع ده قبل كده، ولكن بما ان احنا هنتكلم عن شهر 2 فانا عايز احكي لك انا عملت ايه في شهر 2 و3 في ثانويه عامه. شهر 2 و3 في ثانويه عامه دول كانوا اكتر شهرين انجزت فيهم في ثانويه عامه كلها. تقول لي ليه اكتر شهرين؟ لان انا ذاكرت الانجليزي والفرنساوي من اول اساسيات الانجليزي واساسيات الفرنساوي في الشهرين دول، وخلصت الانجليزي والفرنساوي 100% في الشهرين دول. فحرفيا الشهرين دول هم اكتر شهرين انجزت فيهم في حياتي في ثانويه عامه، يعني مش في حياتي بشكل عام يعني، تمام. طيب عملت كده ازاي، او ازاي اصلا خليت الانجليزي والفرنساوي لحد الوقت ده اساسا؟ يعني انت متخيل احنا في شهر 2 فاللي هو خلاص الامتحانات، انت انجليزي وفرنساوي. فبص، انا في البدايه عايز اقول لك ان انا ما كنتش سايبهم خالص طبعا، يعني انا كنت عادي بذاكر من اول السنه انجليزي، بذاكر فرنساوي، ولكن انا كنت في حاجات انا بغلط فيها، انا مش عارف انا غلطت فيها ليه. كنت بغلط في حاجات سهله جدا، حاجات تافهه جدا، حاجات حتى وانا قاعد في المجموعه وسط الناس وانا بحل كده، كلنا بنحل الواجب كل واحد عليه جزء، بلاقي انه هم بيجاوبوا حاجات كده انا غلطان فيها، اللي هو حتى المستر موقفش يشرح السؤال ده، اللي هو حتى ما فيش حد غلطان فيه، يعني كل الناس حل صح، انا الوحيد اللي غلطان في السؤال، اللي هو حتى انا مكسوف اسال هو ليه غلط، لان كل الناس حلها صح وما فيش اي تعقيب على السؤال ده ليه غلط اصلا، او انا ليه عامله كده. فاللي هو عايز اقول لك ان انا كنت المواد دي ضايع من ناحيه التاسيس فيها، الفرنساوي والانجليزي دول انا كنت ضايع من ناحيه التاسيس. كنت عايز ايه، البدايه من الاول خالص، يعني انجليزي اشرح لي كده كل الازمنه بتاعه الانجليزي، الفرنساوي اشرح لي من البدايه خالص بقى يعني ايه فرنساوي، يعني ايه الاساسيات بتاعه الفرنساوي، الجمله بتاعه الفرنساوي تركب ازاي اصلا. فهم شهرين القلق اللي انت فيه بيخليك تعمل حاجات انت مش متخيل ان انت هتقدر تعملها في الفترة دي. بس اصلا عشان اقول لك ان القلق ده حاجة حلوة في الفترة دي، ان انت قلقان بقى وخلاص ان الامتحانات جاية، وان انا لازم الحق اخلص كل الحاجات دي دلوقتي لان خلاص مش عايز استنى فترة الامتحانات. فانا هو من قبل ما نخش حتى في شهر 2 بقول لك ان شهر 2 ده شهر 3 هم اكتر شهرين انت هتنجز فيهم حاجات كتيرة جدا جدا جدا. مهما كنت مراكم والله تلاقي نفسك خلصت حاجات كتير قوي، ولكن علشان تبدأ تخلص كل الحاجات دي في شهر 2 و3، او
تبدا تنجز الانجاز الكبير قوي ده، لازم اولا طبعا تكون قلقان، تمام، ان خلاص الامتحانات جايه وان انت مش عايز تتزنق فتره الامتحانات. ان انت لازم تكون منظم كويس جدا جدا جدا. لازم كل ساعه في اليوم تكون عارف انت بتعمل فيها ايه وتكون حاسبها. طبعا ده مش قصدي بيه ان انت تعمل جدول حاسب فيه كل ساعه بالظبط هتعمل فيها ايه، طبعا لا، ولكن ده معناه ان انت في الجدول بتاعك تبدا تكتب. طبعا لازم تعمل جدول اسبوعي، ده انا اتكلمت عنه قبل كده، ان انت لازم تعمل جدول اسبوعي تمشي عليه. في الجدول بتاعك تزود، بس لما بدل ما انت حاطط مذاكره مادتين، لا زود كمان ماده، او زود القدر اللي انت بتذاكره في الماده دي، وتبدا تركز جدا مع الساعه بتاعتك في اليوم بحيث ان انت تخلص القدر ده في اسرع وقت ممكن، عشان يتبقى معاك ساعات زياده في اليوم تقدر تعمل فيها حاجه زياده. وبرضه عايز اقول لك حاجه، ان انت في شهر 2 3 ده انا عايزك تبدا تشوف الحاجات اللي واقعه معاك. يعني انا عارف ان انت غالبا طبعا ما خلصتش فيزياء، لان الفيزياء بتخلصش دلوقتي يعني، والكيمياء برضه يعني غالبا بيكون ما خلصتش. انا مش عايزك تهتم قوي بحته ان انت يعني ما يبقاش اهتمامك كله مرمي على ان انت تمشي مع المدرس اللي انت بتاخد معاه، ان انت تحاول تخلص الحاجات اللي المستر بيديها لك بحيث ان انت تكون ماشي معاه. طبعا دي حاجه مهمه وكل حاجه، ولكن الفتره دي انا عايز الاهم فيها، وهو ان انت تركز مع الحاجات اللي كانت واقعه منك من البدايه، الحاجات السهله جدا اللي انت بتغلط فيها، المواد اللي انت ضايع فيها مهما تذاكرها فانت ضايع فيها. عارف انت ده في مواد كده اللي هو مهما ذاكرها انا حمار، زي في مواد في ناس في العربي كده مثلا مهما ذاكر انا ما بعرفش احل. الانجليزي مهما ذاكر انا بغلط في حاجات سهله جدا. الفرنساوي مهما ذاكر بغلط في حاجات محدش بيغلط فيها اصلا. فانا عايزك تركز مع المواد دي، او تركز مع الحاجات اللي انت واقع فيها من البدايه دي اصلا. فصل معين مثلا انت خلاص في الفيزياء مثلا فصل معين ما بتعرفش تحل فيه مهما ذاكرته، عايزك تروح على الحاجات دي وتبدا تركز وتدي لها اهتمام. هو انا ليه الحته دي واقفه معايا؟ ليه الناس كلها في الحته دي تمام وزي الفل وانا الحته دي واقفه معايا؟ تبدا تدور على الاسباب اللي مخليه الجزء ده صعب عليك، او اللي مخليه الماده دي صعبه عليك، او اللي مخليك ما بتعرفش تحل في الماده دي كويس وبتغلط في اسئله سهله جدا ما حدش بيغلط فيها. ركز على السبب، دور على السبب. انت غالبا انت مش عارف السبب، لان انت لو عارف السبب كنت حليت الموضوع من بدري. انا عايزك تبدا تدور على السبب. انا مثلا كان في الانجليزي والفرنساوي لما قعدت ادور على السبب كده، انا مش متاسس في المواد دي كويس. انا ما الحاجات اللي انا بغلط فيها ده نتيجه ان انا مش عارف الاساسيات والبدايات بتاعه الحاجه دي. فبدات ادور على فيديوهات تاسيس على اليوتيوب للفرنساوي وللانجليش، وبدات اذاكر كل ده واحاول اخلص الفيديوهات دي في وقت قياسي بحيث ان انا ارجع ابدا في المنهج تاني او ارجع اكمل مع المنهج تاني. وكنت بحاول افضي وقت في يومي بحيث ان انا يعني ازاي افضي وقت في يومي، ان انا اخلص الحاجات اللي في يومي بسرعه بحيث يتبقى لي وقت اضافي في يومي ابدا اذاكر فيه بقى فيديوهات التاسيس ديت، وما تاثرش على الجانب الدراسي العادي الطبيعي بتاعي. تمام، ليه؟ لان انا الوقت ده انا وفرته وانا ذاكرت الحاجات التانية بشكل اسرع بشكل افضل. ما يعني الوقت اللي انا بلعب فيه والوقت اللي انا بقوم اكل فيه قللته، الوقت اللي انا بقوم مثلا اعمل فيه كذا كذا قللته. مع تقليل الاوقات دي كلها خدت الوقت ده وبدات اذاكر فيه ايه، اذاكر فيه الاجزاء الزياده او اذاكر فيه فيديوهات التاسيس ديت. فانا ده اللي عايزك تعمله، ان انت تبدا توفر وقت من كل حاجه، توفر وقت في كل حاجه. لو انت نازل دلوقتي مثلا رايح تشتري طلب، امشي بسرعه شويه، خلي الموضوع يسرع، خليك توفر وقت للمذاكره. انت رايح تعمل كذا كذا، اعمل ده بشكل اسرع ووفر الوقت ده للمذاكره، وروح بقى لايه، للحاجات اللي انت كانت واقفه معاك من البدايه، او الحاجات اللي انت ضايع فيها، او الحاجات اللي انت مهما ذاكرتها مش بتعرف تحلها. لان هو ده الوقت، شهر 2 و3 هو ده الوقت اللي انت تلم فيه الحاجات اللي كانت بايظه معاك خالص، علشان لما يجي وقت المراجعات بعد كده تكون ايه، تمام. يعني اللي هو انا خلاص داخل المراجعات وانا مفيش حاجه معصلجه معايا، مفيش باب مثلا اللي هو ايه الباب ده انا معصلج فيه كده ما بفهموش قوي، فانت مش هتضطر ان انت في وقت المراجعه تراجع كانك بتذاكر. لا، انا عايز وقت المراجعه ده مراجعه فعلا، انت كل المنهج ده عارفه، كل المنهج ده سهل بالنسبه لك، كل الحاجات دي بسيطه وتمام 100، انت بس مش متذكر، احنا بس هنراجع وتمام. وزي ما قلت لك اهم حاجه في الشهر ده هو ان انت تبدا توفر وقت من اقل حاجه بتعملها. حتى كوبايه الشاي اللي انت رايح تعملها بدل ما بتعملها في 5 دقايق، لا اعملها في دقيقتين. تمام، اتصرف، وفر وقت من كل حاجه بحيث ان انت تدي الوقت ده لمذاكره الحاجات اللي كانت واقفه معاك من البدايه، او المواد اللي هي واقفه معاك اصلا بشكل عام، وما تاثرش على الجانب الدراسي الطبيعي بتاعك. بس ده كل حاجه في الفيديو وخلاص. مبروك، السنه خلاص قربت تخلص، ولما تخلص ثانويه عامه تدرك ان هي كانت اسوأ سنه في حياتك كلها. تمام، وترميها ورا ظهرك كده زي ما انا قاعد مبسوط دلوقتي انا خلاص يعني خلص ثانويه عامه الحمد لله. فانت كمان قدامك السنه بالظبط وتبقى قاعد نفس القعده بتاعتي دي وتقول الحمد لله مش حياتي. على اي حد في ثانويه عامه الحمد لله مش حياتي، وكون خلصت ثانويه عامه وبس. ده كل حاجه في الفيديو ده. سلام.